يوم جميل عليكم، أو بالمصري القديم هيرو نفر عليكم. حكايتنا النهاردة هتبدأ بسؤال: هل المصري القديم عارف فن الكوميكس؟ بس قبل ما نجاوب محتاجين نعرف الأول بشكل محدد إيه هو فن الكوميكس أو ما يطلق عليه الفن التاسع. الكوميكس ببساطة هو فن بيجمع أو بيدمج ما بين وسطين: القصة والصورة. يعني بحكي لك حدوتة من خلال صور مرسومة، والحدوتة تمشي قدامك أكنك بتشوف فيلم، كادر كادر أو صورة صورة. والفكرة الجوهرية في الكوميكس إن النص والصورة بيكملوا بعض، زي بالظبط الأغنية، هي كلمات ولحن. كلام لوحده يبقى شعر، واللحن لوحده يبقى موسيقى. واول ظهور للكوميكس بالشكل اللي عارفينه دلوقتي كان سنه 1730 على ايد الفنان التشكيلي الانجليزي ويليام هوبلز، لما الف قصص على لوحات متتاليه، لحد ما جت انطلاقه الكوميكس الكبرى في ثلاثينات القرن العشرين. وده كان عصرها الذهبي، لما ظهرت بقى قصه تنتان في بلجيكا، شخصيه سوبرمان، بعديها باتمان وسبايدر مان وغيرها من الشخصيات. ومع بدايه الخمسينات ظهر لاول مره مصطلح الروايه المصوره، لحد بقى ما دخل في صناعه الافلام، المسلسلات، الفيديو جيمز، واصبح ليه مجاذيب بالملايين حوالين العالم. وعلى الناحيه الثانيه ظهر كوميكس ياباني بشكل مختلف شويه باسم المانهوا، ويتعرف بسمات مميزه، ان مثلا اغلب رسوماته ابيض واسود، والتركيز في رسم الوش بيكون على العيون الكبيره، وكمان التعبيرات المبالغ فيها. غير انه بيتناول موضوعات متنوعه، يعني مش بيركز بس على الاكشن وفكره البطل الخارق. والكوميكس بشكله الحديث بقى معروف عندنا بكذا شكل: الشرائط المصوره او الكوميك ستريبس، وده ابسط اشكال الكوميكس، قصة قصيرة أو موقف سريع بيتحكي في مربعات قليلة، وغالبا ما بيعديش الصفحة الواحدة. مجلات وألبومات الكوميكس، وهنا القصة مش مجرد موقف، لكن سلسلة أحداث ممتدة بتعيش مع شخصيات أكتر ومواقف متنوعة، وغالبا بتتقدم على شكل حلقات دورية، وكل عدد جديد ياخدك لمغامرة وحكاية جديدة، أكنك بتشوف مسلسل أسبوعي. والشكل الثالث الروايات المصورة، هنا بقى القصة بتتحكي كاملة من أولها لآخرها في كتاب واحد، وممكن يبقى ليها أجزاء تانية، لكن كل جزء غالبا مستقل بذاته. اللي بيميز النوع ده إن الحبكة أعقد، والشخصيات أعمق، والمواضيع أوسع، اجتماعية، فلسفية، أو حتى تاريخية. وهنلاقي روايات أدبية شهيرة اتحولت لقصص مصورة، وبكده اتنقلت من وسيط الأدب لوسيط الكوميكس. وهنا السؤال: هل فن الكوميكس ده اتولد فجأة، ولا كان له بدايات ووراثات زي كل الفنون والأفكار بتتولد وبعدين بتمر بمراحل نمو وتطور؟ صحيح الكوميكس بشكل الحديث ما كانش موجود زمان، ولكن ده ما يمنعش إن له أصول وجذور قديمة بدأت في عصور ما قبل التاريخ، لما اكتشف الإنسان البدائي إن الرسم أفضل وسيلة تعبير عن اللي جواه. واللي قدامنا ده يعتبر أقدم سرد قصصي أو بصري في تاريخ البشرية، وعمر النقش تقريبا 51 ألف سنة، وتم اكتشافه في إندونيسيا. النقشة والرسمة بتصور مجموعة من البشر وهي بتصطاد خنزير بري، وده نقش تاني تم اكتشافه في أسبانيا، وعمره بالتقريب 40 ألف سنة. أما ده بقى فمن أشهر وأجمل النقوش، وعمر النقش بالتقريب 30 ألف سنة، ومعروف برسمة الخيول الأربعة. وباين في النقش مدى تطور الرسم بشكل ملحوظ، وتحس إنها لقطة سينمائية، وكأن الخيول كانت بتجري وفي كاميرا لقطتهم. ومن خلال النقوش قدامنا هنلاحظ إن جودة الرسومات بتزيد مع الوقت، وبتعكس تطور ملكة الرسم عند الإنسان. ولو اعتبر ان الشكل البدائي للكوميكس كانت الرسومات جوه الكهوف، والكوميكس الحديث قصص مصوره مطبوعه في كتب، لمدهش بقى ان عندنا نوعين في مصر القديمه وبشكل متطور جدا بمقاييس وقتها. وتعالوا نشوف ازاي المصري القديم عبر عن النوع ده من الفن. وخلونا نبدا باللوحه دي اللي معروفه بصلايه معن. واللوحه دي بتمثل نقطه انطلاق الحضاره المصريه القديمه، لانها بترمز للحظه توحيد مصر على ايد الملك معرمر، او مينا زي ما بيتقال. هنلاحظ في الصلاية تداخل بين الصور والنصوص، وإن العنصرين سوا بيعبروا عن قصة معينة، وده هنصادفه بعد كده بشكل متكرر، سواء على لوحات أو تماثيل أو نقوش على جدران المعابد والمقابر. وهنلاقي الصورة ومعاها كتابة قصيرة بتشرح فكرة أو بتقول معنى. وتعالوا نشوف مثال أقرب لفكرة الكوميكس بمعناها العصري: معبد رمسيس الثاني في أبيدوس اللي هي سوهاج دلوقتي، اتبنى في عصر الدولة الحديثة حوالي القرن ال 13 قبل الميلاد. هناك بنلاقي تصوير شهير لمعركة قادش اللي قامت بين مصر والحيثيين. هنلاحظ إن السرد البصري للمعركة متقسم زي أي جزء: بداية، وسط، نهاية. في الأول تمهيد للأجواء قبل المعركة، بعدين مشهد المواجهة بين الجيشين، وأخيرا النهاية
بانتصار الملك رمسيس. المثير هنا إنك هتلاحظ تتابع المشاهد ورا بعض، وإن كل صورة بتنقلك للتانية ومعاها نصوص قصيرة بتفسر اللي أنت شايفه، كأنك قدام قصة مصورة مرسومة على جدران المعبد. ومش بس معبد أبيدوس، تصوير معركة قادش موجود كمان في 4 معابد تانية: أبو سمبل، الأقصر، الكرنك، والرامسيوم. ورغم إن النقوش في ال4 معابد بيحكوا نفس الحدث، لكن هنلاقي إن الرسومات مش منسوخة من بعضها، كل مرة اتقدمت برؤية فنية مختلفة. ولو رحنا معبد هاجو في الأقصر اللي بناه الملك رمسيس الثالث حوالي القرن ال 12 قبل الميلاد، هنلاقي توثيق لحروب الملك ضد ما يسمى بشعوب البحر. وهنا التركيز مش على حدث واحد زي معركة قادش. عندنا مثلا 4 نقوش طويلة، كل نقش على جدار منفصل بيوثق معركة حربية حصلت في سنة ما، أكنك قدام سلسلة حلقات لقصص مصورة متصلة، وكل حلقة بتسرد حكاية منفصلة. وهنلاقي نقوش تانية بتوصف شكل المعارك البحرية أو البرية، لحظات القبض على الأسرى، والنقوش متنفذة بدقة مذهلة وبراعة، سواء على مستوى التكوين أو التفاصيل. ودلوقتي بقى نروح لنموذج تاني عبقري ومبهر، شبه جدا الرواية المصورة: برديات كتاب الموتى، أو بالترجمة الأدق الخروج إلى النهار. واحد من أهم الكتب الدينية في مصر القديمة، عبارة عن نصوص مقدسة لصلوات وابتهالات وتعويذ سحرية مصحوبة برسومات، وكان بيتم كتابتها على برديات، أكفان وتوابيت، وجدران المقابر والمعابد. وعشان نشرح الكتاب ده وأهميته الدينية والفكرية، هنخصص له سلسلة كاملة من الحلقات قدام. لكن اللي يهمنا النهارده شكله الفني، وإن إزاي المصري القديم قدم نص مقدس على هيئة رواية مصورة. ومن أجمل وأروع نسخ كتاب الموتى بردية آني. وآني ده كان واحد من كتبة المعبد، وعاش حوالي 1350 قبل الميلاد. طول البردية 23 متر، وعرضها 39 سنتي. البردية في الأصل كانت قطعة واحدة بالشكل ده، لكن قسمها العالم بولس بادج إلى 37 قطعة بغرض الدراسة والترجمة. وتعالوا نعرض البردية كأننا فاتحين رواية كوميكس بنقراها. والبردية قدامنا مكونة من 186 فصل بيجمعهم وحدة الموضوع. النص قدامنا مكتوب في عواميد بالطول وبالخط الهيراتيقي، وده خط مبسط من الخط الهيروغليفي الشهير، وقرايته بتكون من اليمين للشمال زي العرب. وهنلاحظ إن البردية كلها مكتوبة بالحبر الأسود، لكن هنلاحظ كمان إن في حبر أحمر، وده كان مخصص لعناوين الفصول وأسماء الآلهة وبعض التعويذ والكلمات المهمة. والهدف من كتاب الموتى أو الخروج إلى النهار إنها تصاحب المتوفي في قبره مع الموميا بتاعته جوه التابوت، عشان تحميه في رحلته بالعالم الآخر، واللي بتبدأ من لحظة رحيله عن الدنيا أو حياتنا الأرضية. وبعد مراسم التحنيط والدفن تبدأ رحلة الروح إلى عالم السفل أو مملكة الموتى والظلام، لما بينضم المتوفي إلى قارب الإله رع المقدس اللي بيمثله قرص الشمس. وتبدأ رحلة طويلة ومعقدة بتواجه الروح فيها مخاطر وأهوال واختبارات كتير. والعبقرية هنا إننا مش قدام حكاية خيالية للتسلية والترفيه، لأ، دي رحلة مقدسة، تصور ديني متخيل، لكن بالنسبة للمصري القديم كان يقين وحقيقة هيعيشها بعد الموت. حاجة كده فيها مزيج فريد سحري بين الخيال والواقع، بين الحلم والحقيقة. والرسومات زي ما شايفين غاية في الدقة والاتقان والروعة. ودورها هنا مش هامش ولا للشكل الجمالي وبس، لأ، دي بتشرح النصوص وبتفسرها. يعني النص والرسمة بيكملوا بعض، النص يقول فكرة والصورة تترجمها قدام عينيك. كل صورة أو كادر زي الكوميكس بينقلنا للحدث اللي بعد. وبعد فترة طويلة خلال الرحلة بنوصل بقى الأهم وأخطر لحظة، لحظة المحاكمة في قاعة معهد، قاعة العدالة الكونية. وهنا المتوفى بيقف قدام الإله أوزوريس حاكم العالم الآخر، و42 قاضي بيمثلوا أقاليم مصر، وبيعترف بلسانه الطاهر إنه عاش حياة صالحة كلها خير، وبينكر عن نفسه ارتكاب أي معاصي أو ذنوب أو خطايا زي السرقة والزنا، القتل وشهادة الزور، العنف، التكبر والرشوة، الحسد والجشع.
لازم يثبت إنه ما عملش أي فعل شرير، وبعدها بيتحط قلبه في ميزان قصاد ريشة نعت أو العدالة. ولو كان قلبه أتقل من الريشة فده معناه إنه ارتكب معاصي وذنوب كتيرة وبيتحكم عليه بموت نهائي. وفي وحش اسمه عمد، ده بياكل قلب. لكن بقى لو قلبه أخف من الريشة فده معناه إن قلبه نقي وطاهر، ودليل إنه عاش حياة صالحة كلها خير. وهنا الإله أوزوريس بيمنحه الخلود، والخلود هنا بيكون العبور من العالم السفلي والنجاة من الظلام والليل، بيكون الخروج إلى النهار عشان الروح تروح مكان بيسمى بليارو، وهناك بيعيش وسط الآلهة وهو سعيد وراضي وسط حقول خضراء وأنهار وطيور وزرع وفاكهة. وبكده تعيش الروح في خلود وأبدية، في سلام ورضا وسعادة تامة.